السلام عليكم، اهلا بيكم. النهارده هعمل معاكم عجة البيض. طريقه سهله وبسيطه وحاجه كده اقتصاديه. لو محتاره تعملي اكل ايه؟ هنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل ما نبدا، لو لسه اول مره تشوفيني وما اشتركتيش في القناه، فضلا منك اشتراك في القناه ولايك للفيديو وتابعيني للاخر. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا دول 6 بيضات، ومعايا بصلايه متوسطه، وهستخدم قرنين فلفل وطماطمتين و3 فصوص من التومة. طبعا بقى الجو حر ومحتارين نعمل اكل ايه بقى كده، وكمان الميزانية مش تمام. نعمل بقى الاكلات الاقتصادية اللي كانت امهاتنا بتعملها. قطعنا كده البصل مكعبات كده صغيرة، والطماطم كمان مكعبات صغيرة. تمام. وقرن الفلفل هستخدم طماطمتين واتنين قرن من الفلفل الاخضر. حباه بقى سبايسي زي ما تحبي. ده قرنين فلفل رومي، والفصوص التومة هخرطها برضو كده بالشكل ده. تمام. ومعايا هنا شبت وكزبرة، شبت وبقدونس اختياري، حابة تستخدميهم تمام. يعني هما مش كتير، عودين كده من الشبت وعودين من البقدونس، وحسب الرغبة بقى. يعني عايزة تضيفيهم تمام، مش عايزة خلاص. بس هما بيدوا طعم حلو كمان لصينية البيض. حطيت بقى على البيض، ضفت ملح وفلفل اسمر، وهقلب بقى كده بالمضرب. طبعا الوجبة دي يعني هي مكلفاني حدود 25 او 21 كمان. يعني البيض 6 بيضات في 3.5، هو جابهم ب21 جنيه. والطماطم والفلفل كانوا عندي والخضرة، فلو هتجيبيهم هيبقى مثلا نقول 5 جنيه. فكده تكلفة الوجبة 25 جنيه، وهياكل منها احنا 5 افراد. كنا يعني وما شاء الله يعني أكلة مشبعة. نزلت بقى بمقلاية على النار وضفت فيها زيت وسمنة أو زبدة، قطعة كده من السمنة أو الزبدة. ونزلت بالبصلاية، وخرطاها كده بالشكل ده. هسيب بقى البصلة تدبل بس ما تاخدش لون، عشان بتبقى في قلب البيض كده طعمها حلو وبتسكر البيض. ضفت بقى الطماطم وهقلب كده بالشكل ده، وهضيف الفلفل. انا بضيف الطماطم كده من غير المية اللي بتنزل من الطماطم، وضفت الفلفل. بقلبهم كده مع بعض، وبعدين هنزل بالملح. طبعا بقى الملح حسب رغبتك، بتظبطي الملح بتاعك. وهنضيف فلفل اسمر، وتضيفي شوية من الكمون. اوعي تكوني لحد دلوقتي ما ضغطتيش اللايك. يلا لو لسه ما ضغطتيهوش اضغطي اللايك عشان الفيديو يترفع واكتر عدد يشوفه. تمام. قلبنا بقى كده الملح والتوابل كده بالشكل ده،
ولو عندك بقى معلقة صلصة تضيفيها، ما عندكيش خلاص. دي كانت معلقة صلصة فايضة عندي من خلطة المحشي، انا ضفتها. حابة تضيفيها تمام، مش حابة خلاص، يعني هي اختياري. تمام، هغطي بقى عليها واسيبها لحد ما تتسبك كده في بعضها، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. تمام، هنا بعد 10 دقايق كده، حوالي 10 دقايق كانت اتسبكت كده مع بعض زي ما انتوا شايفينها بقى كده. هنزل بالخضرة، بقدونس والشبت، حابة تضيفيهم زي ما تحبي بقى، دول اختياري. تمام، هطفي بقى عليها النار واسيبها لحد ما تبرد خالص، ونروح بقى للبيض. هنا سبتها لحد ما بردت خالص. تمام، هنا البيض طبعا احنا ضربناه مع بعض. هضيف بقى الخلطة بتاعتي بعد ما بردت تماما، وهقلبها كده. وبعدين نضيف الدقيق، دول 3 معالق كبار من الدقيق، المعلقة الكبيرة دي 3 معالق كبار. وهضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ودي معلقة صغيرة. المعلقة دي يعني دي اصغر من المعلقة الصغيرة، يعني يعتبر لو معلقة الشاي العادية يبقى نص معلقة من البيكنج باودر، لكن لو عندك معلقة اصغر يبقى المعلقة الصغيرة خالص. ونضرب بقى الخليط كله مع بعضه كده بالشكل ده لحد ما الدقيق كده يتجانس مع الخليط. تمام بالشكل ده. هكون بقى يعني مجهزة، اجهز بقى صينية كده، اصغر صينية عندك. تمام، وندهنها كده بالزيت او السمنة، واجيب البيض بتاعي وانزل في الصينية. اكون بقى في الوقت ده مسخنة الفرن، هدخله في الرف الاوسط لمدة ربع ساعة. وطبعا برضو يعني تخلي بالك، طبعا انا مش بولع شواية ولا اي حاجة، هو بياخد لون. تمام، بتخرجيه بقى بعد ما ياخد لون كده من فوق. تمام، ساوي بقى الصينية بتاعتك كده بالشكل ده، ودخليه الفرن لمدة 15 دقيقة في الرف الاوسط. تمام، طلع بقى معانا بالشكل ده. سيبته يهدى شوية او يبرد شوية، وبعد كده بنقطعه بالشكل ده كده زي الكيك. ومعانا سلطة خضراء، انا هقدم بقى معاه سلطة خضراء. حابة بقى تقدميه مع بدنجان، في ناس بتقدمه كمان مع البدنجان المخلل زي ما تحبي، بس عايزة اقولك بقى بالسلطة الخضراء كمان معاه نعمل سندوتشات او تغمزي بيه بقى كده بالشكل ده، جميل جدا. اكلة كده خفيفة وبسيطة، وان شاء الله تجربيها وتعجبك لو ما بتعملهوش يعني. بس طبعا الكل عارف البيت ده. لو بتعمليه بطريقة كمان مختلفة عن دي، جربي طريقتي ان شاء الله تعجبك. تمام، زي ما انتوا شايفين كده اهو بالشكل ده. هقدمه بقى في الطبق. وكده قدمته بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. اتمنى تجربوه ويعجبكم.
تمام زي ما انتوا شايفين كده. شايفين كمان ارتفاعها والتسوية من فوق ومن تحت. شايفين نفس اللون. تمام. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. كنتم مع لميا صيام، والسلام عليكم